بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكل الزملكاوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة، أنا بقول لكل الزملكاوية: محمود الخطيب العدو اللدود لنادي الزمالك، وعلى جماهير الزمالك تعرف ذلك جيدا جدا. محمود الخطيب يا جماعة شغلته في النادي الأهلي اللي هو يدمر نادي الزمالك، بس شغلته يدمر نادي الزمالك. وآخرها لعب بتروجيت حامد حمدان اللي هو اخوه اتكلم امبارح من غزة وقال لك غزة كلها بتتمنى ان اخوه يروح يلعب في نادي الزمالك، ولكن في بتروجيت موقفين انتقال اللاعب لنادي الزمالك عشان خاطر خطيب. خطيب انت اسوأ رئيس نادي في تاريخ النادي الاهلي. اولا انت كنت متسول، كنت بتشحت من ملك في السعوديه وانت لاعب كوره، كل شهر كان بيديك مرتبك. دي نمره واحد. نمره اتنين يا محمود يا خطيب، انت فاكر فلوس تركي الشيخ اللي قلت وديتها صندوق تحيا مصر؟ انت لا، انت خدتها حطيتها في جيبك. نمره تلاته يا خطيب، انت راجل كذاب وراجل ما بتدفعش فلوس الضرايب بتاع الدوله. يا جماعه اقسم بالله ما ينفع مع الولا محمود الخطيب الا مرتضى منصور. واشتركوا في القناه.